السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. هذا العلم لابد أن يكون واقعا معاشا، لابد أن يكون حياتك الحقيقية. ونحن في منزلة اليقظة. انزعاج القلب لابد أن تحس انزعاج القلب، أن تحس هذا المعنى، انزعاج القلب، أن ينزعج قلبك. حيث أقول انزعاج القلب تعرف يعني إيه انزعاج القلب. لروعة الانتباه أنت عرفت يعني إيه روعة، الارتياع، من الارتياع الفزع، أن يحصل لك انتباه مفزع، شوق مقلق، أو حزن يحرق. لحظ القلب إلى النعمة. لابد أن تتعلم كيف تحدق قلبك وطرفك في النعم فترى عظمتها وكثرتها. ده مش كلام، لازم يبقى واقع حقيقي معاش. أن تحدق قلبك يعني إيه؟ تفتح عينين قلبك عشان تشوف نعم ربنا عليك. لابد أن تفتح عيني قلبك. حتى أولياء الله المتقين ترد عليهم المعاصي. لابد أن تفهم هذا. قال الله جل جلاله في وصف المتقين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فحتى المتقون وارد أن يقعوا في كبائر وصغائر. إذا فعلوا فاحشة كبيرة أو ظلموا أنفسهم صغيرة، ولكن فرق ما بينهم وبين غيرهم أنهم سريعوا الأوبة. وأنا أقول هذا الكلام لتفهم أخي الحبيب أنك لابد أن تسرع بالأوبة لتصل إلى هذه الدرجة. المعاصي خطر، مطالعة الجناية والوقوف على الخطر فيه. إذا أحسست بالخطر، اللي بيحس بالخطر يعمل إيه؟ يفر. وليس أحد إذا فررت منه، إذا خفت منه فررت إليه إلا الله. كل من تخاف منه تفر منه إلا الله. إذا خفت منه فررت إليه. هو ده الجمال. خايف منه تفر إليه، ترتمي على أعتابه، تذل وتخضع وتنيب فيرحمك ويقيل عثرتك ويرفعك ويعفو عنك. وليس شيء أبدا أسرع رضا من الله، أسرع من يرضى، وأسهل من ترضيه. الله كريم سبحانه وتعالى. أذنب عبد ذنبا فقال ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر لي. قال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، غفرت لعبدي. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. وجميلة جدا لا أبالي. الله جل جلاله يغفر ولا يبالي، ويعفو ولا يبالي، ويعطي ولا يبالي، ويكرم ولا يبالي سبحانه وتعالى. لكن الشرط، ذكرنا شرطي الصدق في ذلك. طيب هو معايا تمنها بجد؟
والله معاك تمنها. تمنها ايه؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. سلم نفسك وإلا هتموت وتفقدها. سلم فلوسك وإلا هتموت وتفقدها. تب، يعني تخلص من ذنوبك، انساها، اكرهها في الله. انا عايزك تكره نفسك في الله. نفسك الاماره بالسوء اللي مضيعاك دي، اللي مودياك جهنم، اكرهها. مطالعه الجنايه والوقوف على الخطر فيها. ذكرت لك الملعونون 40 واحد وواحده ملعونين بسبب المعاصي والذنوب واللعنه الطرد من رحمه الله. يبقى دي 100 عقوبه على الذنوب والمعاصي. خطر بقى ولا مش خطر؟ خاف. هي دي مشكله كثير من الناس، ان هو عرف انه غلط، وعرف ان الطريق ده يودي جهنم، وعرف ان اخرتها ضياع دينه ودنياه، ومع ذلك ما زال واقف في الغلط. طب وبعدين؟ النقلة اللي بعديها بقى ايه؟ مطالعة الجناية والوقوف على الخطر فيها والتشمير لتداركها. هي دي، ان تشمر بقى. شمر، يلا ها عشان نلحق. العمر بيعدي والناس بتموت. اظن قلت لكم ان سبحان الله العظيم محمد هريدي مات، ودايما الولد ده اسال الله ان يرحمه رحمه واسعه، وان يعفو عنه، وان يملا قبره عليه نورا، هو امواتنا واموات المسلمين اجمعين يا رب العالمين. هي الحياه تنفع الا مع ربنا؟ سبحان الله العظيم. انا والله يعني في يوم الحر ده لما الواحد بيتوضى اقول سبحان الله، اللي ما بيصليش ده، اللي ما بيتوضاش، عايش ازاي؟ عايش ازاي؟ سبحان الله العظيم. انا عايز اقول لكم، اللي محسش بطعم الانس بالله، اللي محسش بطعم السكينه لما تنزل على قلبه وانشراح الصدر، اللي محسش بمعنى الشوق لرؤية وجه الله الكريم، اللي محسش بلذة القرآن ولذة السجود ولذة البكاء مع الدعاء. طب ده عاش؟ أتراه لو هبت نفحة فأخذت البصر كيف كانت تطيب لك الحياة؟ وأسفا عليك لقد عشيت البصيرة التي هي أشرف، وما علمت كم أقول عسى ولعل وأنت في الخطأ إلى قدام. قربت سفينة العمر من ساحل القبر، وما لك في المركب بضاعة تربح. شمر الاستدراك الفارط بالعلم والعمل. يبقى التشمير بحاجتين، العلم والعمل.
لازم تتعلم ازاي تتوب، ولازم تعمل انك تتوب فعلا. لازم تتعلم ازاي تعتقد، ازاي تناجي ربنا، ازاي تخضع لربنا، ازاي تخلص لربنا، ازاي تتملق ربنا. محتاج تتعلم، ده علم. علم زي ما اتعلمت ازاي تسجد وازاي تركع وازاي تتشهد وازاي تقرأ القرآن، تتعلم ازاي تخلص وازاي تخبت وازاي تحب وازاي تخاف. فإذا طالع جنايته شمر الاستدراك الفارض بالعلم والعمل، وتخلص من رق الجناية. يعني ايه رق؟ الأول رق الجناية يعني يبقى عبد للمعصية. الرق ان يبقى رقيق، عبد يعني. رق الجناية نمرة واحد تعلق القلب بها، بالمعصية. اتنين الخوف من فواتها. ثلاثة تذكر لذتها. أربعة الحرص على تحصيلها. ده رق الجناية. أبى الله إلا أن يذل من عصاه. كل عاص ذليل للمعصية. هي دي أن يجعل الشيطان المعصية خندقا يحاصرك فيه. تعبان، خايف، قلقان. طب ما تتوب، توب وارتاح، توب وعيش السعادة مع ربنا سبحانه وتعالى. ابن القيم يقول ايه؟ وتخلص من رق الجناية بالاستغفار والندم وطلب التمحيص. لازم تتخلص من رق الجناية. ازاي؟ انك تبقى حر من المعاصي. قالت رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. المعنى الصحيح بقى للحرية أن تكون حرا مما سوى الله، عبدا لله وحده. عشان كده شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يقول إيه؟ ولن تصح لك عبودية حتى لا يبقى لغير الله فيك بقية. أن تكون حرا مما سواه. تبقى حر من الفلوس، وحر من النساء، وحر من الشهوات. حر، محدش مكتفك ولا حد ذلك. لما تبقى حر مما سوى الله تبقى عبد لله. ولذلك الإنسان بطبعه في أصل فطرته وأصل خلقته إنه مخلوق عبد، فقير، محتاج. فمن ترك العبودية لله صار عبدا لأشياء كثيرة. هتلاقيه عبد للفلوس، وعبد للنسوان، وعبد للعادات والتقاليد، وعبد للشهوات، وعبد للمناصب، وعبد للناس وأحوال الناس وطلب رضا الناس. عبد لكل حاجة سوى الله. أما العبد لله خالص لله، رجلا سلما، سالم وسليم. التشمير، اشتغل. ما يبقاش كلام بس. انا عايز اتوب، انا عايز ابقى كويس، انا عايز احفظ قرآن، نفسي اقوم الليل، نفسي اصلي الفجر، نفسي البس الحجاب، نفسي البس النقاب، انا نفسي ابطل سجاير، نفسي. سيبك بقى من نفسك واعمل. خد قرارك. خدي قرارك الليله دي. ما انتش خارجه من البيت من غير نقاب. خد قرارك من الليله دي لن تدخن بعد هذه اللحظه. خد قرارك في هذه اللحظة بالتوبة، واقطع صلتك بالمعصية. ثم الفائدة الأخيرة التي جاءت معنا التخلص من رق الجناية. إزاي؟ إنك تبقى عبد لله وحده فتتخلص من كل الشركاء. أحبكم في الله واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.